تعالى وادعي له. بدكم رقم السماء؟ أعطيكم رقم السماء إذا احتجتوا تدقوا للسماء. رقم السماء 2 2 2، ركعتين دمعتين الساعة 2. هنا بتفيق الساعة 2 بتتوضا بتصلي ركعتين وبتبكي أنت عم تصلي بحضور قلب، وشوف شلون الله سبحانه وتعالى بيعطيك. إذا ما أعطاك لا تجي لعندي تقول لي ما أعطاني، يكون الخلل عندك أنت، أما هو بيعطي. هنا هو بيعطي، ولا تدعي إلا وأنت موقن بالإجابة. لا تجرب الله سبحانه وتعالى. هنا مرة من المرات كان عندي مشكلة، فرحت بدي حل المشكلة. رحت على مجلس الشعب، شفت مروان شيخه رحمه الله تعالى، قال لي والله ما بعرف حدا أنا. رحت على المسؤولين واحد واحد، ما حدا فادني بنوب. رحت مع الشيخ حسان الهندي لعند الشيخ حسام الدين فرفور. رحنا لعنده على البيت، قال له سيدي والله عندي مشكلة كذا كذا. قال لي أوام. شو سويت له؟ قال لي بعت برقية مستعجلة لرب العالمين سبحانه وتعالى بسرعة. شو برقية مستعجلة؟ وين بدي اكتبها؟ شو بدي ساوي فيها؟ وين بدي احطها؟ قال لي بتفيق قبل الفجر بساعة، ساعة التجلي الأعظم، الساعة التي يتنزل الله سبحانه وتعالى فيها إلى السماء الدنيا، فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. قال لي بتفز، بتتوضأ وضوء يكون راكز، مو مفشكل مثل عادتك، وبتصلي ركعتين لا تحدث نفسك فيهما بشيء أبدا. أقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب رب، بس تخلي الصلاة ارفع ايديك لله سبحانه وتعالى، قل له من العبد الذليل إلى الرب الجليل، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مشايخي وتلاميذي وأهلي والدنيا كلها فزينا وصلينا. اي والله. ورحنا نراجع هالمسألة اللي بدنا نشوفها. بيقول لي الرجل اللي عم يكتب، قال لي شيخ أنت مين واسطتك؟ قلت له أنا مدعو من فوق. هو ما عرفني من فوق. نعم. قلت له أنا مدعو من فوق. فأنا إذا بدك تدعي من فوق، أنا مرة شفت واحد من المسؤولين ببلده من ريف دمشق، فقرايبه قال لي شيخ أنا رايح على بيت فلان، إلك حاجة إله مشان أقول له؟ قلت له أنا رايح على بيت الله، إلك حاجة من الله؟ إلك حاجة مع الله؟ أنا مدعوم أكثر منك. أنا بس فوت على الجامع وصف أقدامي أي نعم بالقبلة وأقبل على الله سبحانه وتعالى وقل له يا رب، ما بيقول لي روح أمشي، ما في أبدا أبدا أبدا. أما ادعي وأنت موقن بالإجابة.